ستوري تايم، قصة رعب في العجمي في 98، في سنة 98 يعني. احنا كنا بنحب نقضي ال3 شهور بتوع الصيف في العجمي، تمام، في بيانكي. والناس سكان العجمي او الناس اللي متعودين ان هم يبقى حياتهم في العجمي في الصيف هم عارفين قصص العجمي. واحنا راجعين من عند ناس اصحابنا بالليل، كان انا وبابايا ومامتي واخويا واختي في العربيه، وبابايا طبعا حافظ الطريق وحافظ اسكندريه كلها. ودخلنا، الدنيا طبعا ضلمه، مفيش حد، مفيش صوت اي حاجه في الوقت ده، وكان غريب جدا. طبيعي ان هو دايما بيبقى في صوت وفي دوشه وفي ناس وفي الدنيا يعني لطيفه. المهم حصل ايه؟ بابايا سايق عادي جدا وهادين، وفجأة دخل شارع هو مش المفروض انه يخش الشارع ده، وفجأة الدنيا ضلمة، وفجأة ايه ده؟ طب بص، ماما قعدت تقول له طب حاول تخرج من هنا، طيب حاول نرجع تاني، طب مفيش. وفجأة كأن سحابة سودة لفت حوالين العربية واحنا مش شايفين حاجة. طبعا احنا في الوقت ده بابا طبعا مش عايز يربكنا، ماما ابتدت اللي هو هادية تقرأ القرآن، انا واخويا بنبص بعض، اختي كانت صغننة قوي، فابتدينا نهدى، ابتدينا نقرأ القرآن لحد ما فجأة واحدة واحدة الغمقان ده والسواد ده ابتدى يترفع واحدة واحدة، والدنيا بقت بيس.